السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم جيت نشارك معكم الخبيزات اللي صراحه شحال هذه وانا باغا نشاركهم معكم. بالنسبه للناس اللي باغيين يعاونوا ريوسهم يخدموهم غير من الدار، ما كتحتاجش بزاف الماتيريال، ما كتحتاجش لشي خبره اللي كتكون كبيره. ضروري من بعض الاسرار انها باش تنجح معكم، لان كيف كتعرفوا ماشي جوج خبزات ولا ثلاثه ديال الدار، فراه كتخدموا واحد الكميه كبيره. ضروري من الانسان ياخذ بعض الاحتياطات باش دائما تنجح معاه وتجي يعني نفس النتيجه يوميا ويبقى الكليان مولفكم. فغنحاول نعطيكم جميع الاسرار، الثمن، العبار اللي كندير في كل خبزه، ويعني بعض الاسرار اللي باش تنجح معكم وتجيكم يوميا نفس النتيجه وتكون ناجحه معكم ان شاء الله من اول مره، وتديروها هكا بحال خدمه تعاونوا بها ريوسكم. فكيف كتشوفوا هنا عندنا كميه قليله بغينا باش نشاركوا معكم. فاش كتكون كميه كبيره كنديروا الماء هو الاول، عاد كنبقاو نضيفوا الطحين. فهنا درت الطحين ديال الفورس، وضروري من القمح باش كتجينا الخبز ديالنا زوينه وصفرة من الداخل، وحتى البنه ديال القمح كيجي فيها. ضفت الملحه، ضفت الخميره، وواحد المعلقه صغيره ديال البودر اللي معروف كيخدموا بهم المحلات باش كتبقى النار رطبه، واخا كيضربها البرد ما كتكرمش وكتجي طالعه وزوينه. صافي هنا غادي تعجن غير باليد، غادي تعجنها عادي بشويه ديال الماء راه غير بارد. كتحاول ما امكن تذوب الخميره هي الاولى باش ما كتبقاش يعني مكتله هكا في العجينه. فطريقه العجينه راه سهله، يعني ما فيهاش شي بعض التعقيدات، غير هي خصها تزلك شي شويه باش كتجينا مفشفشه وكتجي يعني زوينه، في كتجي طالعه يعني ما كتجيناش ما هياش. صافي كتبقى كتعجنها عادي. بالنسبه هنايا القمح راه ضروري انكم ديروش هذا القمح، فالناس اللي كيخدموا غير الفرص بوحدو راه باين الخبز ديال الفرص على ديال القمح. صراحه اللون كيلعب دور، كيجي يعني اللون ديالها اصفر، ويعني كتجي حتى البنه كتجي بنينه، والكليان الصراحه كيبقى دائما كيتواصل معكم وكيخدم عندكم. من الاحسن يعني تضيفوا داك شويه ديال القمح، وراه الهامش تاع الربح تبارك الله راه كيبقى واحد البركه، يعني ولو تضيفوا داك شويه ديال القمح راه كتبقى البركه ديالها. صافي هنا غتستمر هكا بالعجينه، غتبقى كتدلك فيها عادي. بالنسبه لهنا يعني العجين خاصو ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه، يعني كيف كتشوفوا هي راه كتلصق باليد، وفي نفس الوقت راه ملي غتزيد تسلكها وتجمع وتبقى كتعلك فيها مزيان راه ما غاديش تبقى كتلصق. هي راه هنا باقي غادي تضيف ليها شويه ديال الماء، ولكن راه ما حدا كتعلك والطحين كيشرب وهي يعني كتجمع. اما الا درتوها خفيفه فراه غتجيكم ما طالعاش وغتجي يعني كارمه من الجناب، ولو غتجيكم فشفشه فاش غطيب، ولكن من بعد ملي غدار في الفيترينا وغيضربها البرد راه ما كتبقاش يعني رطبه، بالعكس كتقصح. صافي هنا كيف كتشوفوا مباشره من بعد ما يعني عجناتها طلعنا كنقرصوها. من الاحسن الخبز ما تخليوهاش تخمر اكثر من جوج خمرات، يعني تخمر غير مره واحده فقط، لان كتكون كميه كبيره. وديك الفتره فاش كنكونوا كنلولبوا مثلا الخبز، هنا دابا راه درنا حنا غير كميه صغيره، فاش كنكونوا كنلولبوا الخبز يعني كتبدا من الاولى فاش كترجع تقرصها كتلقى يعني راه طلعات فيها الخميره. فلهذا من الاحسن الا بغيتوا الخبز يجيكم احمر وزوين، من الاحسن ما تخليوش العجينه هكا تطلع في البانيو وعاوتاني تقرصوها وتخليوها تطلع عاوتاني تخليوها تخمر الخمره الثالثه، ما كتجيش زوينه وكتجي شهبه وكتكون يعني خمرات بزاف ما كتجيش زوينه. فانا هنا كنعبر. بالنسبه للعبر كندير 160 غرام الخبز ديال الدرهم، كندير فيه 160 غرام. السيده اللي معايا كتلول بها وكترجع كتصاوبها هكا في النخاله. النخاله الا بغيتو تضيفوا هكا واحد شويه ديال الفينو، فانا في الاول الصراحه كنت كنضيفو، دابا فاش رجع ب 5200 الخنشه ديال 25 كيلو فصراحه تفاديته، لان الخبز بقى بدرهم ما يمكنليش يعني نديرو، لان صافي غتطلع غاليه وما غاديش يبقى لي كاع فيها حتى شي حاجه ديال الربح. صافي حيدته. من الاحسن ما ديروش، لان صافي الخبز يعني سميده راه غلات. من الاحسن غير نخلها بوحديتها. صافي كنطلعها هكا كنبقاو كنلولبوها وكنعقلوا دائما على الاولى، كنبداو بها هي الاولى. صافي هنا السيده كتقرص معايا، كتقرص يعني هي كتقرص هكا كدير وحده فوق وحده كتقرصهم هكا بيديها باش تعاون الوقت باش ما كتضيعش الوقت. وانا كنطلقها هكا بالدلاك، فديك الطلقه اللي كنطلقوها بالدلاك كتجي متساويه وما كيبقاوش هكا الصباع مصورين في الخبزه، وكتجينا يعني بحال خارجه بحال مخدومه بالماكينه، كتجي زوينه. من الاحسن هكا ديروا داك المدلك، فراه عمليه اللي هي سريعه. انا غير شويه متقله الفيديو
ما كتاخدش منا زعما بزاف ديال الوقت، فرمشة عين يعني دغيا. بالنسبة للخبز الكبير كنت كنديرو، ولكن مؤخرا يعني كنديرو هكاك غير في الصيف، هو اللي كيكون مطلوب بزاف. اما دابا في البرد اكثريه الناس كتبغي الخبز ديال الدرهم، هذاك ديال الكبير، فكنقرصو على المنادل وكنطرحو هكا في اللوح يعني عادي. هاد الخبيزات ديال الدرهم كنحاول ما امكن نديرهم هكا في اللاطه، كندير 7 في كل لاطه، كيجيني يعني اسهل وما كنبقاش يعني كنحول الخبزات وكنبقاو يعني كيضيعوا مره يعني كتشرك لينا هكا الخبزات يعني كيضيعوا هكا من الجناب، ولا كيتلاحوا هكا كيتعوجوا في اللوحات. فهكا كتجينا الخبز يعني مقاده. كنطيب الفران عندي يعني كيهز 2 لاطات في كل طبقه، يعني تقريبا بعض المرات تقدر طيب حتى 14 الخبزه مره واحده، ما تبقى لا كتلوح لا والو، وعمليه يعني اسرع ما يكون. فبالنسبه اللي عندهم لاطات، اللي ما عندهمش راه تقدر ديرها في المنديل، تقرصها عادي وتلوحها، غير هي شويه كتاخذ شويه ديال الوقت. بالنسبه اللي باغي يخدم دائما، من الاحسن تاخذوها كطاوات وتخليهم الخدمه تقرص فيهم نيشان مباشره باش تسهل عليك الخدمه. وكيبقى كل واحد والطريقه ديالو. فهذه انا هي الطريقه اللي كتجيني سهله وعمليه وما كتضيع. يعني كتجينا الخبز، حتى الخبز يعني كيجي زوين، يعني ملي ما كطرحو هكا على المطرح وداك الشيء، فراه كتبقى نفس النتيجه. غير هو انا بالنسبه لي عندي هذا الصغير كيجيني عملي هكا احسن ما انك تبقى كطرحو هكا فوق المنادل وتعاود، يعني كتكثر الخدمه وصافي. وكنكونوا يعني كنخدموا كميه كثيره، فهكا كتجينا احسن. شي كيطيب، شي كيخمر، شي يعني كتبقى ماشيه بحال ما هكا كتجي احسن. صافي. هنايا غنبقاو مستمرين بحال هكا حتى غنكملوا. غادي نغطيه من بعد واحد المنديل. فكيف قلت لكم انا دابا دوك الخبيزات كيف كتشوفوا يعني راه طلعات فيهم الخميره، لان فاش عاد دابا راه كميه قليله، فاش كتكون كميه كثيره يعني راه كيخمروا اكثر. داكشي باش قلت لكم خمره واحده بركه. فهنا من بعد ما كنشوفهم يعني طلعوا مزيان ويعني تنفخوا شويه، ديك الساعات كنرميهم في الفران. فانا كنحاول ما يمكن، دابا عندي كميه قليله كنرمي غير 7 ب7. عندي 4 طبقات في الفران، وكل طبقه راه كتهز 2، يعني بحال كيهز 8 ديال اللاطات. انا كنحاول هنا نرمي غير بلاطه وحده، والعافيه كتكون يعني متوسطه، ماشي ناقصه بزاف وماشي مجهده بزاف. صافي حتى كيتحمروا، وبعض المرات راه كيتحمروا من الفوق ومن التحت، ما كنحاولش نقلبهم. وبعض المرات يعني كنقلبها باش كتاخذ عاوتاني لوين من التحت. صافي وكتجيني يعني ساهله. فكيف كتشوف الخبز كيجي زوين، كيجي لون واحد. ما تكونش ثاني البوطه مجهده بزاف باش ما يتحمرش، وكيجينا رطب ومفشفش، كيجي الصراحه رائع. نتمنى تجربوه، نتمنى نكون فدتكم بشي حاجه، نتمنى تدعموني وتشاركوا معايا بالنسبه للناس الجداد. وحتى لهنا ما بقى لي ما نقول لكم الا بسلام عليكم. نسيت بالنسبه للثمن الخبز كنبيعو بدرهم، راني سبق لي قلتها. وبسلام عليكم الى الفيديو القادم بحول الله، الى اللقاء.